أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. يحضر معنا الآن رئيس الجامعة التونسية للكرة الطايرة، الأستاذ محسن بن طالب. أستاذ محسن، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية ليك وتحية لقناتك. أستاذ محسن، تتويج المولدية الرياضية ببوسالم ببطولة إفريقيا. قبل كل شيء مبروك لتونس، مبروك للجامعة التونسية لكرة الطائرة، وخاصة مبروك للمولدية الرياضية ببوسالم. ما هو إحساسك في هذا التتويج، وخاصة الكرة الطائرة التونسية في الطريق الصحيح؟ إحساسي هو نتصور معناها كل تونسي عنده إحساس خاص المدة هذه، ولكن أنا إحساسي يكون مرتين ولا ثلاثة. إحساسي باعتباري تونسي ساعة الفخر اللي حصل لنا من مولدية بوسالم، افتخاري وإحساسي باعتباري مسؤول الأول على الكرة الطايرة في تونس زاد، وعلى الانتصار الباهر اللي حققته المولدية الرياضية ببوسالم للكرة الطايرة التونسية، وتربحها على عرش الكرة الطايرة التونسية في إفريقيا وتأهلها لبطولة العالم. شعوري هو شعور كل تونسي وكل مسؤول يغير على الرياضة في تونس، يغير على الكرة الطايرة ويغير على بلاده. وهنا انتهز الفرصة باش مرة أخرى وما نكفيهمش شكرا شكرا جزيلا لمولودية بوسالم. بالنسبة للجامعة وبالنسبة لإطارات الجامعة وبالنسبة لكل راهو واجبنا قمنا به، وبوسالم يعرفوا شنو اللي عملنا احنا، ولكن ما قمنا إلا بواجبنا. دونك الحمد لله، شعوري ما يكون إلا شعور فرح، وفرح ما نجموش نوصفوه. سي محسن، كنت ذكرت مجهودات وواجب الجامعة التونسية مهم. للكرة الطايرة، مم. وخاصة أن ذكرت في ندوة صحفية سابقة لكونه عزمكم كجامعة تونسية لتنظيم هذه التحضيرات في تونس، مم. لأنه خاصة التكلفة المادية والمالية تعتبر مهمة جدا. اليوم الجامعة التونسية للكرة الطايرة، هل هناك دعم للجمعيات من ناحية التنظيم؟ هل ستتواصل تنظيم هذه المسابقات في تونس أم لا؟ احنا شوف السنة رهنا نحب للتذكير اول مرة، وهذا بشهادة رئيسة الاتحاد الكونفدرالية الافريقية، اول مرة بلد ينظم بطولتين في نفس الوقت. دونك وفي زوز مناطق مختلفة، معناها في نفس الوقت. يعني بطولة الرجال انطلقت يوم 9 في قليبة، وبطولة السيدات انطلقت يوم 10 في نابل، ومفرقة بين معناها القاعات في نابل وقرنبيلي وابن خيار. وبالنسبة لقليبة هورية وحمام الغزاز. هو احنا شوف راهو بالنسبة للتنظيم، بقدرة ربي احنا نون سولمون احنا نحبوا ننظموا لهنا، ولكن احنا زاد اوني سوليسيتي احنا الاتحاد الافريقي كل مرة معناها يشاورنا ويترجانا باش ننظموا، على خاطر يعرف التنظيم. انتم لو كان تواكبوا البطولات الاخرين تصير في بلدان افريقيه اخرى، وقت يحسوا هما لا ديفيرونس بين من حيث اللوجيستيك، من حيث الاقامه، من حيث الاعتناء بهم، من حيث كل شيء معناتها، فهمت. والحمد لله كما سبقت وقلت حتى لزملائك، احنا راهو ماهيش خاصيه الجامعه التونسيه لكره الطائره. احنا الحمد لله تونس معروفين معناها في التنظيم ديما. اشاك فوا ننظموا تظاهرة الا وننجحوا فيها. ننجحوا فيها علاش؟ على خاطر بتضافر جهود الجميع، بالاطراف الكل تتضافر جهودها، وفما قاسم مشترك عندنا الكل، هو حبنا لبلادنا هذه. شكرا سي محسن. هذه كما ايضا باش نفسروا حاجه لكونه التتويج المدير الرياضيه ببوسالم هو ايضا نجاح العمل الجامعه التونسيه للكره الطايره من عزمها على تنظيم هذه البطولات، سواء كانت اكابر وكبريات، ذكور او اناث. ان شاء الله نشوفوا مستقبل الكره الطايره التونسيه في تحسن، لما لا. نشوفوا كما المستقبل هذه بالمرسى، كما المديريه هذه ببوسالم وترجي تونس، عديد الأندية اللي قاعدة ديما تشارك في هذه المسابقات القارية أو أيضا العالمية. شكرا لك سي محسن. كان معنا شكرا سي محسن بن شكرا. طالب، رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة.